كنت قايله لكم في الفيديو اللي فات بتاع التفتيح ان انا هوريكم الصبغه اللي انا استخدمتها. تمام. الصبغه ديت اهي، هو ده اللي هي باليت 10.1 اشقر فضي بارد. تمام. عايزه تعرفي لما تفتحي شعرك هيدي ايه؟ هتلاقي الدرجات اللي عندك دي، يعني دي لو الوان شعرك. تمام. هيديكي طبعا الدرجات ديت. لو فتحتي هيديكي الدرجه دي، لو فتحتي اكتر من كده هيديكي درجه فاتحه جدا. ولازم يكون عندك شامبو سيلفر عشان خاطر تغسلي شعرك بيه. وطبعا انا كنت عامله موضوع الرنساج قبل كده، ما تنسوش اتفرجوا على الفيديو بتاع الرنساج اللي انا كنت عاملاه لعامل الاشقرات او الرماديات. تمام. الصبغه ديت طبعا بيبقى معاها الانبوبه بتاعتها، وبيبقى معاها ازازه اكسجين صغيره وحمام كريم. هنعمل ايه؟ هتجيبي طبق وهتحطي فيه، هتفضي فيه الانبوبه بتاعت الصبغه كلها، وبعد كده هتفضي الاكسجين بتاعها. بطبعا انت بيبقى معاكي الاكسجين بتاعك 30 او 20 اللي انت هتستخدميه. لو 20 هيديكي لون غامق، 30 هيديكي درجه فاتحه. هتجيبي طبق ازاز مش بلاستيك ولا ألمونيا عشان غلط. هتجيبي طبق ازاز هتفضي فيه الانبوبه والاكسجين بتاعها، وهتحطي الاكسجين ل 20 لو انت عايزاه درجه غامقه، و30 لو عايزاه فاتح. هتصبي كميه قد ايه؟ لازم الاكسجين يبقى اكتر من الصبغه. تمام. طبعا مش اكتر بكتير ان انت تفضي الازازه كلها يعني. وبعد كده هتحطي معلقه لبن نيدو كبيره، وهتحطي حمام الكريم، وهتقلبي كويس قوي. هتسيبيها 5 دقايق اللون يندمج مع بعض تخمر. وبعد كده هتبتدي ان انت تقسمي شعرك جزء وجزء. هتلاقي اجزاء صغيره، هتقسمي الاول نصين، وبعد كده هتجيبي خصل خصل، وهتبتدي ان انت تعمليها بالفرشه او تعمليها بايدك. تمام. بعد ما تخلصي خالص تدعكي الشعر كله مع بعض، وهتحطي كيس لمدة نص ساعة. طبعا لو في بونيه بلاستيك هتلبسيه لمدة نص ساعة، ما عندكيش هتبقي تحطي كيس بلاستيك عادي خالص نظيف. نص ساعة. بعد نص ساعة هتشيلي الكيس وهتسيبيها نص ساعة كمان عشان شعرك يبتدي ينشف، وهتغسلي شعرك. الناس اللي شعرها اسود لازم تفتحي درجة شوية او درجتين علشان خاطر يلقط اللون ده. تمام. مش لازم باليت، هي 10.1 ممكن تلاقيها في اي صبغات تانية، سواء بأمونيا او من غير امونيا او ماكسيما او جي كي او اي حاجة. هتلاقي الدرجات ديت في الكتالوج. كل سنة وانتم طيبين، يا رب درجة اللون تكون عاجباكم وجربوها واكتبولي في التعليقات.